نقول ان بالنسبه لجراحات الرحم ما فيش حاجه، يعني السيدات اللي عندها مشاكل في الرحم يعني ممكن على الثيوريتيكالي كده نظريا من تحاليلها اشعتها نقول ان نوهو ما فيش امل مثلا. لكن هل بتتكلم على الحمل يعني ولا ايه؟ بتكلم على اي واحده بتعمل اي تدخل للرحم في ان هي تجيب بريجننت او تحمل. الموضوع دلوقتي مع تطور المناظير، هل موضوع ان احنا ما فيش امل او ده بقى قليل ولا؟ بس يعني خلينا نتكلم بعقلانيه شويه. احنا كل يوم بيمر بيتفتح شباك صغير في حيطه الياس. حلو الكلام ده؟ حلو قوي عجبك الجمله انت دي، متابعني بقى؟ جميل قوي الكلام ده. خد واكتب ورايا ايوه بقى. لا ده في ورقه وقلم. كل يوم العلم بيقدم حاجه تفتح شباك صغير تدخل شويه ضوء. تمام؟ يعني مثلا لو رجعنا 30 40 سنه ورا، كانت الحالات اللي عندهم الزوج عنده ضعف شديد او الانابيب مسدوده كنا بنسلم عليهم ونرجع لها الكشف ولا روحي مالكيش امل. طلع موضوع اطفال الانابيب بقى ومشي. كان انت عارف تستغرب ان نسبه نجاح اطفال الانابيب اول ما طلعت كانت من كل 100 ست بتروح تعمل محاوله 8 اللي بيحملوا. 8%. دلوقتي لما نوصل ل 30 و40 يعني طفره. انا ده مش شغلي، ده زمايلي بيشتغلوا. الناس دي بقى عندها تقنيات واساليب وبروتوكولات بتحل. كان زمان الرحم ده بيقولوا عليه في الارياف بيت الولد. صح فده مظبوط. كان كهف مقفول. كويس انك فكرتني برضو، يعني قد ايه التقدم والتطور بيحصل. احنا زمان لما كنا طلبه في كليه الطب كان في الكتاب بتاعنا احنا بنذاكر اسباب العقم، فيقول لك المبيض مسؤول عن 30%، مش عارف الانابيب كام في المية، كان راح بيقول لك ايه 5% بس. تمام. هم ساعتها ما كانوش بيشوفوا اللي جوه الرحم، ما انت ما دخلتش الاوضه عشان تعرف ايه المشكله. ايه المشكله. لما دخلنا بقى تقنيات ان احنا نستكشف طبيب لقينا اشياء وتشخيصات ممكن نصلحها. فاصبح عامل عشان كده بقول ايه، انا شغلانتي بقول ما بقتش دكتور نساء ولاده، انا دكتور بتاع رحم. انا تخصص رحم زي في تخصص قلب كده. انا شغلانتي اجهز التجويف عشان انت تخش تزرع فيه وتعالي نسب النجاح. صح. فانا اعتقد في السنين الجايه طبعا اللي هي كانت 8% بقينا 30%، لا هنزيد لان كل يوم بيقدم جديد. التعاون ما بين تقنيات مساعده الاخصاب، تنشيط التبويض والمش عارف ايه وتحسين البطاقه كده، مع تقنيات تجهيز الرحم، ان شاء الله نقدر نقدم امل لكل من هو يعني عنده امل ورجاء ان يكون عندهم ولد او بنت. تمام يا دكتور.